تفضلي يا أختي يسرى. جزاك الله خيرا يا أخي بي ام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا حابة نسقسيك حاجة. أنا طفل. نزلت لحالها شيخ؟ خذ اتصال آخر. إن شاء الله. تفضلي يا أخت سارة. اللي تظن إن هي تتكلم مع أخيها ولا مع أمها في البيت، وتتكلم بطريقة وكأنها موجودة في بيتها، فلتتحدث في بيتها، تحدث أهلها في بيتها. لكن لما تتحدث في بث مباشر عليه الآلاف، يا إما تتحدث بشكل يليق بالبث الديني، يا إما لا تتصل، لأن سنغلق عليها الاتصال. تريدي أن تقولي متكبر، متعجرف، مغرور، قولي ما تقولي. هذا بث مباشر يشاهده الآلاف، رجال ونساء. أنت ما قاعدة في بيتك مع أمك، أنا مش قاعدة في بيتك أنت مع أمك ولا أختك، أنت في بث مباشر يسمعك الآلاف، فتتقي الله سبحانه وتعالى وتتكلمي بطبيعتك، مش تتكلمي بهذه الطريقة لتفتني غيرك. لا، واللي صحيت لك كيف صاحية من النوم وجاية تتصل. شو هذا الكلام الفارغ هذا؟ احترموا البث الديني الذي فيه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. كنت أسأل عن هسه أنا بحفظ قرآن، ومرات بيجيني إنه طب أنت ما بتطبقي القرآن، ولو متي ربنا رح يحاسبك على كل آية حفظتيها. في مش عارف ما هو الذي يأتيك؟ إنه لا تكثر حجج الله. عفوا لحظة، ما هو الذي يأتيك؟ لم أسمع. إنه يعني أفكار، يعني إنه أنت اللي بتعمليه غلط. أنت ممكن بيوم مش غلط، لا، حفظ القرآن مش غلط، بس إنه لازم أنت تفسري القرآن وتطبقيه بحياتك بعدين تحفظيه، أو على الأقل تفسريه. فأنا مع شيخة وكذا، وهي حتى أمي شيختي. فلما أجي أحكي لها مثلا أنا بدي أوقف، بدي أبلش بالتفسير وأفهم القرآن بعدين أكمل، تحكي لي لا، هسه كمل القرآن أصلا أنت مش ضايلك، وخلص وبعدين روحي على التفسير. وأنا بخاف يعني إني أموت وربي يسألني عن اللي أنا حافظه. طبعا من الخدع الشيطانية أن يأتي الشيطان للإنسان الذي يحفظ القرآن وقد يكون على وشك أن يتم حفظ القرآن، أو قد حفظ نصف القرآن مثلا، ويقول له انتبه، فأنت كالحمار يحمل أسفارا، لم تفهم تفسيره ولم تتدبره ولم تعمل به. اعمل به أولا وتدبره وفسره ثم احفظه. اترك الآن الحفظ، اترك الحفظ، تدبر وفسر واعمل بحدوده. فيتوقف هذا الحافظ عن الحفظ، وإذ به يفاجأ أنه يلتهي في ملذات الدنيا، فلا هو حفظ ولا هو عرف تفسير القرآن ولا تدبره ولا عمل به. فتوقف عن كل هذا، لأن هذا إيهام من الشيطان يخدعك. بس اترك الحفظ واهتم بالتدبر والتفسير والعمل، تجد نفسك لا تدبرت ولا فسرت ولا حفظت ولا عملت. لذلك يعني ناخذها من المسألة، ناخذها بالعقل. وين المانع انك الصفحة اللي تحفظيها تعرفي تفسيرها؟ وين المشكلة؟ انت حفظت اليوم هذه الصفحة، اعرفي تفسيرها. ترى التفسير مش محتاج حفظ، مش محتاج حفظ، ستعرفين تجمعي بين الأمرين، حفظ وتفسير في نفس الوقت. لكن هذه كلها إيهام من الشيطان ليجعلك تتركين الحفظ ويوهمك أنك ستفهمين وستتدبرين، وفي الآخر لا حفظ ولا فهم ولا تدبر ولا عمل.
فلذلك انتبهي لهذه الخدعة الشيطانية. استمري في حفظك، وكل ما تحفظينه يعني خصصي في اليوم مثلا قراءة تفسير صفحة من القرآن، وهكذا الأمر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى لك الحفظ. تمام، شكرا يا شيخ، طيب. الله يجزيك خير. وفي عندي سؤال ثاني. أنا عندي الصلاة الآن بس يا أختي، وبعدين نرجع إن شاء الله. تمام. يلا يا اخوة. مشكور أخ شريف، جزاك الله خير. طيب نعود إن شاء الله، نذهب للصلاة ونعود إن شاء الله يا أخوة. ان شاء الله يا شيخ. اخوة كبسة